بلاش تقول للعيان بتاعك الحاجتين دول. لو ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوفه، عشان الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات. تاني حاجة ما تقولهاش للعيان انت عندك قطع. كلمة قطع دي كلمة كبيرة شوية وممكن تسمع عند العيان بان هي مشكلة كبيرة وهتقعده من غير شغل او من غير تمرين لفترة طويلة. لو حد جاي لك مثلا عنده مزق، قول له انت عندك مزق. انا عارف ان المزق درجة اولى وتانية وتالتة، فلو حد عنده مزق درجة اولى او تانية قول له والله انت عندك مزق بسيط، المزق ده حصل في العضلة الفلانية عشان انت عملت التمرين الفلاني، والمزق ده بس هيحتاج راحة لمدة كذا وبعدين هنرجع نعمل تقويات وهنأهل وهنرجع للتمرين بتاعنا عادي جدا. طب ولو هو جاي لك عنده قطع كلي، قول له ان هو عنده قطع كلي مفيش مشكله، ما انت مش تضحك على العيان، بس لازم تطمنه وتعرفه ان في ناس كتير حصل لها قطع كلي ورجعت عادي لرياضتها ومارست حياتها بشكل طبيعي جدا. فما تقولوش انت عندك قطع كلي وتسيبه، او تقول له انه عنده قطع كلي وانه مش هيقدر يرجع للرياضه. لا، ياما شفنا ناس عندها قطع كلي وبترجع لرياضتها عادي جدا. اهم حاجه ان انت تطمن العيان وبلاش تقول له كلام يخوفه.